دقيق للمعلومات الاستخباراتية ورصد التحركات المشبوهة داخل وخارج البلاد. أهلا بكم مجددا وأهلا بضيفي أيضا. أذكر أنكم أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية. إذن تابعنا الروبورتاج الذي تضمن أساسا تفاصيل تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لعمليات إرهابية بعدد من المدن المغربية. نود إذن أن نتوقف عند استراتيجية المغرب في مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية وكذلك الدور المحوري الذي يلعبه المكتب المركزي للأبحاث القضائية. يعني بعد مرور أكثر من عقد على تأسيسه رأينا كيف أن هذا المكتب يعمل بشكل متطور بشكل منتظم حسب مقاربة أمنية متعددة مبنية أساسا على استراتيجية استباقية. حدثنا أكثر عن ذلك سيد إحسان. وفعلا يمكن القول أن بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية أصبح للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحديدا ذراعا قضائيا قادرا على ضبط ورصد وتتبع الجريمة عن طريق استغلال المعلومات الاستخباراتية التي توفرها هذه المديرية. نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى لابد أيضا من الإشارة إلى أن هناك سياق سابق إحداث هذا المكتب، سواء من خلال منح الصفة الضبطية يعني لضباط مديرية مراقبة التراب الوطني حينما نتحدث عن مقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، أيضا من خلال يعني تحديد الاختصاص النوعي لهذا المكتب من خلال الجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بمكافحة الجريمة المنظمة، الاختطاف، التجار في المخدرات، الأسلحة إلى آخره، بمعنى أنه تم وضع الإطار القانوني لهذه العمليات أو لمختلف التدخلات التي تقوم بها أو يقوم بها هذا المكتب. من جهة ثالثة لابد أيضا من الإشارة إلى أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو يندرج ضمن استراتيجية أطلقها جلالة الملك منذ 2002 يعني في إطار مكافحة الإرهاب، والتي كما قلت أخذت بعين الاعتبار أبعاد أخرى اجتماعية، اقتصادية، ثقافية إلى آخره، دينية، لكن كان طبعا الأولوية إلى الشق الأمني. وهنا وجدت هذه المبادرة الملكية في يعني المؤسسة الأمنية القدرة على إعادة التكييف استراتيجيتها بما يسمح لمديرية مراقبة التراب الوطني ب يعني مكافحة الإرهاب، بالحد من الجرائم العابرة للحدود، بالمساهمة من خلال يعني قوة ذاكرتها الاستخباراتية، جمع البيانات واستخدام هذه البيانات واستثمارها تحديدا في مجال البحث الجنائي. أيضا يمكن القول إن ما أردنا أن نعطي تقييما يعني موضوعيا وسريعا لما أنجز منذ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فمنذ 2015 بالفات التي اشتغل عليها هذا المركز أفضى إلى توقيف أكثر من 1665 شخصا، بينهم يعني 41 من القاصرين، بينهم 14 عنصرا نسويا، بينهم ضمن مجموع 100 خلية، منها 93 خلية ترتبط بداعش، وهي ليست بالإنجازات الهينة. طيب لاحظنا أيضا أن الأجهزة الأمنية تواكب بشكل متطور أو تواكب بشكل مستمر التطور الذي تعرفه الجريمة. هنا نريد أن نسلط الضوء أيضا على الإرهاب الإلكتروني الذي يعد يعني من أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية ليس فقط في المغرب بل في العالم. يعني تطور تكنولوجي، إساءة استغلاله من طرف هذه التنظيمات الإرهابية، سواء فيما يخص نشر الفتنة، الاستقطاب، الدعاية، كذلك تكوين خلايا. كل هذا ربما يفرض لنقل مواكبة على مستوى هذه الأجهزة الأمنية. اليوم كيف تمكن المغرب من التكيف مع هذه التحديات خصوصا فيما يتعلق بالإرهاب السبراني والتطرف عبر الإنترنت؟ يمكن القول أنه منذ إحداث أو سنة بعد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعني تحديدا في سنة منذ 2016 يعني تم توقيف أكثر من 165 شخصا يرتبطون بما يسمى بالإرهاب الإلكتروني. يعني كانوا بصدد الإعداد لارتكاب يعني عمليات إرهابية. وهنا نشير إلى مسألة مهمة، وأنه حينما نتحدث عن الإرهاب الإلكتروني فنحن نتحدث بالضرورة عن ما يسمى بتجربة الذئاب المنفردة،
وبالتالي فهناك أشخاص يلجون إلى هذه المواقع، يربطون اتصالات مع أشخاص يتواجدون في بؤر التوتر سابقا في سوريا والعراق، اليوم في منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي هذه العمليات تسهم يعني في محاولة حشد ومحاولة تعبئة هؤلاء الشباب من خلال هذه المنصات لارتكاب الجرائم الإرهابية. طبعا كان لزاما حينما قلت في البداية بأن فعلا المكتب المركزي للأبحاث القضائية نجح في أو له قدرة على إعادة تكييف مبادراته بحسب تطور الجريمة الإرهابية. واليوم حينما نقول بأنه تم تحييد نحو 165 يعني خطرا إرهابيا إلكترونيا، فهذا يبين أيضا فعلا بأن هذه عملية التكييف الدائمة والمستمرة هي التي تحقق هذا المعطى الذي ذكرت. أريد أن أشير أيضا إلى مسألة مهمة، وهو أنه بالنسبة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إضافة إلى الجهاد الإلكتروني فهو عالج أيضا إشكالية العائدين من بؤر التوتر. نعم. وهذه مسألة مهمة، لأنه حينما نتحدث عن إشكالية العائدين من سوريا والعراق نتحدث عن أكثر أو عن نحو 152 حالة. نعم. 152 طيب. حالة. يعني يبدو أن تنظيم داعش على غرار تنظيم القاعدة كما تابعنا في الروبورتاج وضع المغرب كحلقة أساسية لأهدافه الإرهابية، يعني انتقال التنظيم من محاولة تنفيذ عمليات إرهابية عبر خلايا مثل خلية حد السوالم التي تم إيقافها قبل هذه الخلية، وذكرت الذئاب المنفردة. لكن اليوم ربما لنقل داعش مصرة على استهداف المغرب كنموذج ناجح في مكافحة الإرهاب، بل أكثر من ذلك. ربما سؤالي هنا، هل المغرب اليوم في مشروع تنظيم داعش لم يعد مجرد ساحة للاستقطاب كما ذكرت أو هدفا ظرفيا لهذه العمليات كما كان سابقا؟ اليوم بات يمثل هدفا مركزيا لهذا التنظيم، والدليل على ذلك نية التنظيم تأسيس فرع تابع له هنا في المغرب. كيف تفسرون ذلك؟ فعلا، ودليل آخر وهو أنه اليوم لدى تنظيم يعني لدى هذه التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل والصحراء يتواجد نحو 100 مغربي اليوم التحقوا بهذه المناطق. دليل آخر وهو أن العملية التي جرت قبل يعني في دجنبر 2024 في منطقة بونتلاند شرق الصومال ساهم فيها انتحاريين مغربيين. دليل ثالث وهو أنه يعني هناك قيادات اليوم تحمل الجنسية المغربية تتواجد على رأس هذه التنظيمات، آخرهم جرى تصفيته في فبراير يعني من السنة وربما ذلك يفسر توسع المغرب في طبعا وهذا مكافحة يفسر الإرهاب بمنطقة الساحل. طبعا وهذا يفسر خصوصاً أن المغرب يتناول أو ينظر إلى هذه المنطقة منطقة الساحل باعتبارها مجال أمني حيوي. نعم. وبالتالي فمكافحة هذه الأجندة التي ذكرت وهي إعلان ميلاد تنظيم داخل يعني ما يسمى بالمغرب الأقصى، يعني هنا يمكن أن نستحضر التسمية التي أطلقها يعني أفراد تنظيم التي جرى تنظيم تفكيكها قبل شهرين، يعني اسم أسود الخلافة في المغرب الأقصى. هذه التوصيفات تحاول أن تعطي تمددا إقليميا لتنظيم داعش في المنطقة، بما أنكم تحدثتم عن هذا التمدد التطرف الإقليمي والانفصال أيضا. ربما الوقت يداهمنا، أود أن نتطرق أيضا إلى نقطة التعاون الأمني والاستخباراتي للمغرب مع شركائه الدوليين. يعني هذا التعاون كان محوريا